النهارده احلى يوم ليا في دهب، ده دي 2 من سفريه دهب. صحيت الصبح على الصن رايز واتمشيت على الممشى، والقطه دي خضتني خضه، افتكرت تمثال بيتحرك لحد ما عرفت انها حقيقيه، وقعدت شويه على الجسر الخشب، وبعد كده اتمشيت للعسله وروحت على طول علشان مايلز كلموني وقالوا لي رايحين ابو جالوم، فجهزت ونزلت واتحركنا كلنا. وركزوا معايا في الحته دي، اول مكان اسمه بلو هول، واتحركنا على ابو جالوم اللي بنركب له مركب، والمركب لوحدها متعه ما تتوصفش، واحنا رايحين بنبقى عكس اتجاه الموج، فبتحس انك بتطير فوق الميه. وطبعا مفيش وقت في الرحله مش بنطبل ونغني فيه. وبعد ما وصلنا ركبنا عربيه تودينا بلاجون، علشان كده انا بقول لما تطلع مع شركه هتريح دماغك وهم هيظبطوا كل حاجه. وانا كنت طالع مع مايلز المره دي، واول ما بتوصل بتشوف لون ميه انت ما شفتوش قبل كده، والميه هناك متصنفه من ترتيب انقى ميه في العالم. ونزلت الميه، وزي ما انتوا عارفين انا طالع لوحدي، فحسيت ان انا زهقان شويه، فجمعونا كلنا ولعبنا مع بعض كذا لعبه، وبجد الجروب كله لذيذ وفريندلي قوي. وطلعنا من الميه كلنا عارفين بعض، ووزعوا علينا شاي بدوي، وعملنا حفله على الضيق كده. لا ضيق كده ايه، دي كل الناس دخلت تغني وترقص معانا في الجروب. خلصنا وعملنا نفس اللي احنا عملناه واحنا جايين، ووصلنا اول مكان كنا فيه اللي هو البلو هول، ونزلنا هناك نعمل سنوركلينج. كنت فاكر ان انا عملت سنوركلينج في الثري بولز، بس الميه والشعب هناك احلى بمراحل. خلصنا وركبنا علشان نروح الفندق، ووصلت الفندق استحميت ولبست علشان رايح اكل بيتزا من مكان اسمه فريسكا. المكان ده السفريه اللي فاتت اكلت منه احلى فطيره شرقي انا اكلتها، بس المره دي كان نفسي في ايطاليان بيتزا اكتر. طلبت نصها تشيكن رانش والنص التاني بيف بيكون، ورجعت بسرعه على الفندق علشان رايحين حفله جبل الطويلات. رحنا ودخلنا مكان اسمه خيمه الطباخ، وبيبقى كذا فقره، واول فقره ملناش دعوه بيها. المهم تاني فقره كانت الدب والغوريلا ورقصوا مع بعض سلو، وتاني فقره التنوره، وتالت فقره واحلى فقره بالنسبه لي اللعب بالنار. اللي انتوا شايفينه ده مش اضاءه، لا دي كانت نار حقيقيه. وبعد ما بيخلصوا بيعملوا النار على الجبل وراكم. وخلصنا وركبنا العربيه علشان نروح على الفندق. وصلت الفندق وكنت هموت وانام، واعملوا فولو علشان لسه اليوم التالت.